طبعا النهارده الجمعه وانتوا عارفين الجمعه بالنسبه لي يوم الفطار الملوك، وبفتح التلاجه عشان اشوف فيها ايه واعمله واكله. ببص لقيت تليفوني بيرن وعبد اخويا بيتصل عليا، ولقيته بيقول لي انت فين يا كريم تعالى انا بتخانق. قلت له اوعى يكون حد مد ايده عليك. قال لي عيب عليك. قلت له اسد ياض زي اخوك. قلت له اسمع ياض اوعى تعور حد، استناني انا جاي. انا لازم افرتكهم كلهم يا معلم. قلت له لا ايه ده وما تتعصبش وانا جاي لك على طول. واخدت بعضي ولبست ونزلت وقلت لما الحقه بدل ما يعور حد، ما اصلا انا عارفه متهور زيي. وانا ماشي كده ورايح له جه في وشي عم صبحي كابر، اكبر مطعم مشويات في مصر. قلت لما ادخل انقنق لي كده اي حاجه من عنده، ما انا مش هروح اتخانق على معده فاضيه، وكده كده اخويا مثبتهم لحد اما اجيله. وقلت فرصه ان اخش ادوق اكل عم صبحي كابر. هو انا باجي من اكتوبر لشبرا مصر كل يوم؟ اكتر حاجه عجبتني ان هو حاطط قسم الجزاره قدامكم كده عشان تنقوا اللي انتوا عايزينه، وكمان تكون كل حاجه قدامكم. ده غير الاجواء الجميله اللي هناك ولا الديكورات ولا الاستاف اللي زي العسل. ما شاء الله لما رحت هناك لقيت كل الدول العربيه هناك، سعوديه وامارات وكلهم بيروحوا عشان بيحبوا عم صبحي كابر واكل عم صبحي كابر. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا من اي دوله وجربتوا اكل عم صبحي كابر ولا لا، ولو ما جربتوش فهيبقى فاتكم كتير. وهنا لما دخلت الغرفه الملكيه وقعدت على الكرسي الكبير ده ما دخلتش نفسي غير نمبر 1. هنا اول حاجه طلبتها هي صينيه ابو كابر عشان عليها عرض وفيها حاجات كتير هقول لكم عليه بس بعد ما اخد الصوره مع زمايلي الفنانين. كل صينيه اللي انتوا شايفينها دي ب 800 جنيه بدل 1600 جنيه، فيها 2 حمام وكفته وسجق مشوي وورقه سجق وورقه كبده ومحاشي وممبار وسمبوسه ورقه ضاني على طريقه صبحي كابر ورز بسمتي، وعنده كده واحد ليمون تبلع بيه انما ايه حكايه. ولما تروحوا ما تنسوش تطلبوا موز البراق عشان هيتعمل لكم بيها احلى شو ممكن تشوفوه. واحلى حاجه عجبتني عند صبحي كابر ان جميع السلطات عنده فري ومفيش اي رسوم خدمه كمان، او كده يبقى الفطار الملوكي على حق. ما هي القعده قاعده ملوكي والاكل كمان ملوكي، واقول لكم ليه ملوكي بس اتقالوا عليا شويه. المهم اني طلبت شويه حاجات كده خفيفه علشان ارم عظمه عشان اعرف اشوف الخناقه اللي انا رايح لها دي، وطلبت صينيه ابو كابر علشان عليها عرض، وطلبت طاجن بطاطس باللحمه وطاجن قنبله صبحي كابر، وده بقى بيبقى فيه ريش ضاني وكبده وسجق وكلاوي وقلب وحلالي ومخاصي. سافل ليه كده بس يا عم الشيخ؟ دي اكلة الملوك اصلا، الاكل كله على بعضيه كده اكله ملوكي. الاكل اصلا كله على بعضيه كده يفتح النفس، الواحد كده ياكل ويرم عظمه عشان ايه نركز في اللي رايحين له. صراحه انا من عشاق الكفته، والكفته هناك خطيره. تمسك كده حته الكفته وتدبها في الطحينه ويا سلام يا سلام. بصوا الصينيه كلها على بعضيها اصلا جامده. وهنا اصلا انا عامل دايت بس قلت لما اجرب العيش بتاعهم دوت، العيش ده اصلا كده يتاكل حاف، انا مش عارف ده عيش ولا فطير. تمسك كده حته العيش وتحط فيها الكفته وتغمسها في الطحينه ودي تبقى اللقمه الفتاكه. صراحه لحد الان مفيش ولا غلطه في اي حاجه انا اكلتها، وكل حاجه عنده فيها بركه. يعني تاخد السمبوسه كده تلاقيها غرقانه جبنه والسمبوسه التانيه مليانه لحمه. مش عارف انا في حاجه كنت رايح اعملها بس من حلاوه الاكل نسيتها، لو حد فاكرها يقول لي والنبي. شايفين اصلا منظر الحواوشي وكميه اللحمه اللي جوه الحواوشي عامله ازاي؟ عشان اما اقول لكم ان الاكل فيه بركه وهتروحوا هناك تتمزجوا تصدقوني. طبعا نكتر من السلطه عشان الدايت بتاعنا ما يبص، ونبلع بشويه ليمون ونخش على التقيل. عايز اقول لكم ان حته الرقبه دي من احلى حته لحمه انا اكلتها في حياتي، علشان اصلا لحمه الرقبه طريه وهو متبله بتتبيله صايعه. هبلع شويه بقى بطاجن الريش باللسان العصفوري اللي بسببه اقف له طابور. وهنا حان الوقت اقول لك ان ليه الاكله دي ملوكي، عشان ما ينفعش تروح هناك وما تطلبش طاجن الملك فاروق. الطاجن ده ما ينفعش معاه حاجه اصلا اسمها اتيكيت. وانا بفترس الطاجن ده تخيلت الملك فاروق بيقول لي بالراحه يا ابني على الطاجن. طب اعمل ايه يا ملك؟ صبحي كابر هو السبب. اما ده بقى طاجن بطاطس باللحمه، جواه كده حته لحمه جهنميه، ما تعرفش دي لحمه ولا زبده ولا ايه حكايتها. البطاطس مستويه وماسكه نفسها واللحمه جواه بتدوب دوب. ونخش بقى على قنبله صبحي كابر، اهو ده طاجن دمار شامل. لو انت عايز تروح تضرب لك الطاجن دوت قبل فرحك كده يخليك ترقص وتهيص. ونخش بقى على الحمام. بالنسبه لي الحمام كده ليه طقوس معينه قبل ما اكله، اللي هو انا ماشي بمبدا احمد عدويه دلع النونه هشتك النونه، ويا سلام كمان لو الحمام بالطعامه دي. هنا بقى نخش على الموزه بتاعتي اللي بتدوب دوب. مش عارف ليه الظاهر كده ان انا تقلت في الاكل والقعده دي مش هتنفع. نهار اسود، ده الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسته البنطلون مش قادر، كرشي نزل في وراكي. وهنا انا ريحت شويه مش عارف ليه، مع ان في حاجه وانا ناسيها. اختاروا لكم حل، يا تيجوا تشيلوني من عند صبحي كابر يا تستنوا الجزء الجاي. باي.